ازاي تحفز نفسك؟ كتير مننا بنعدي باوقات بنحس فيها اننا مش قادرين نكمل، او ان الحاجات اللي احنا المفروض نعملها بتكون تقيله علينا، وللاسف بنضطر ان احنا ناجلها او نركنها على جنب لاننا بنخاف ان احنا نواجه المسؤوليه بتاعتها. لكن في الحقيقه في حاجه عندك هي اللي ممكن تغير كل حاجه. الحاجه دي هي التحفيز. في الحلقه دي هنتكلم عن خطوات ونصايح وافكار مختلفه هتساعدك انك تحفز نفسك وما تسيبش حاجه ما تعملهاش. يلا بينا نبدا. في البداية كده، يعني ايه تحفيز وليه هو مهم اصلا؟ بكل بساطة التحفيز هو ان يكون عندك الدافع او الحافز ان انت تتحرك وتشتغل وتحقق اهدافك، ايا كان هي ايه الاهداف دي، من غير ما حد يشجعك او يقف جنبك. التحفيز هو اللي بيخليك تعمل الحاجة على طول من غير ما تسوف او تأجل او تخلص حاجة بغير ميعادها. لا، انت بتخلصها في ميعادها من غير حجج وهروب وحاجات تانية كتير احنا عارفينها. اهمية التحفيز بتيجي في ان هو دايما بيخليك مركز على اهدافك مهما حصل حواليك، وده مش بس مهم علشان تنجز حاجات، لا ده كمان مهم علشان تحس بالانجاز وتاخد جرعة الدوبامين اللي بتجيلك لما تخلص حاجة وراك او تحقق هدف معين، وهو ده السبب اللي بيخليك تكمل في اللي انت ماشي فيه. طب هل في خطوات عملية معينة اقدر اعملها علشان احفز نفسي؟ اقولك ايوه فيه. علشان تكون عارف، التحفيز عندنا منه نوعين: تحفيز داخلي وتحفيز خارجي. التحفيز الداخلي ده اللي بيجيلك من الشغف، او لما يكون عندك اهداف معينة عايز تحققها فبيجيلك طاقة ان انت تحقق الحاجات دي، فالطاقة دي اسمها التحفيز الداخلي. اما التحفيز الخارجي ده بيجي من المكافآت، او لما ناس يدعموك بكلام يشجعك مثلا، فبيخلي عندك طاقة. الطاقة دي اسمها التحفيز الخارجي. ونبدا على طول باول خطوه، وهي انك تحدد اهدافك وتخليها واضحه قدامك. يعني ببساطه، طول ما اهدافك واضحه قدامك وانت بتشوفها، طول ما هي هتفضل في بالك وفي دماغك، وهتفتكرها لما تيجي تعمل اي حاجه في حياتك، وهتسال نفسك السؤال بتاع هل الحاجه اللي انا بعملها دي هتقربني من حلمي اكتر ولا هتبعدني عنه. وبالتالي ده هيكون سبب محفز جدا ليك انك تحقق الاهداف دي، وتدور هتشتغل منين وتبدا ازاي. تاني خطوه، وهي اننا لازم نقسم الاهداف دي. طول ما الاهداف قدامك كبيره هتشوف ان هي صعبه وصعب انك تحققها، فلما تقسم الهدف الكبير ده لاهداف صغيره وتبدا انك تحقق الاهداف الصغيره دي واحد ورا التاني، هتلاقي نفسك بتحقق الهدف الكبير اصلا وانت مش واخد بالك ولا هتحس بيه. الخطوه الثالثه، وهي انك تكافئ نفسك. من اهم الحاجات اللي انت ممكن تعملها علشان تعرف تكمل هي انك تكافئ نفسك لما تعمل انجاز معين او تحقق هدف معين من الاهداف اللي احنا لسه قايلين عليها. هي حاجه مهمه ومن اهم الحاجات اللي انت هتعملها علشان يكون عندك احساس انك لو حققت الانجاز ده او عملت الهدف ده هيجيلي جرعه الدوبامين اللي انا بكون مبسوط بيها عن طريق المكافاه اللي انا باخدها. وده هيخليك كل يوم تعمل الحاجات اللي وراك من غير كسل او من غير ما تاخد الموضوع على انه موضوع ممل. بس خلي بالك من حاجه هنا وركز فيها، ان المكافاه تبقى على قد الهدف. ركز في الجمله دي كويس عشان دي حاجه مهمه جدا. يعني ما تكونش انت مخلص محاضره مثلا او مصلي فرض من الفروض وتيجي تكافئ نفسك انك هتطلع مصيف. مش معقول، صح؟ اديك قلت اهو. نيجي هنا لنقطه تانية مهمه في الحلقه بتاعت النهارده، وهي البيئه المحفزه. البيئه اللي حوالينا مهمه جدا وبتاثر بشكل كبير على حماسنا وتركيزنا. لما تكون محاط بعوامل تشجعك على النجاح بتقدر تحقق حاجات كتير وتعدي اي حاجه بسهوله. وتعالوا ناخدها خطوه خطوه كده مع بعض علشان نعرف ازاي نحول البيئه اللي حوالينا لجو يخلينا متحفزين او متشجعين ان احنا نعمل اللي ورانا. رقم واحد، ترتيب المكان اللي بتقعد فيه اغلب وقتك. لو مكان شغلك نظيف ومنظم هيبقى اسهل عليك بكتير انك تركز وتشتغل. حاول تضيف في المكان ده عناصر ايجابيه، زي مثلا انك تحط ورد على المكتب، او انك تدخل اضاءه طبيعيه مثلا عندك زي اشعه الشمس، او حتى حاجات بتحفزك زي صور لاهدافك، او مثلا ورق تلزقه على الحيطه يكون مكتوب عليه جمل تشجيعيه او مثلا جمل انت بتحب تسمعها. تاني حاجه عاوزك تعرف ان البيئه ما بتكونش بس المكان، لا الاشخاص كمان. حاول تختار الناس اللي بيدعموك. وجود ناس ايجابيين في حياتك بيخلي عندك طاقه وحماس انك تعمل اي حاجه. عاوزك تبعد عن الناس اللي ماشيين يوزعوا طاقه سلبيه واحباط. احنا كده كده مش ناقصين يعني، بس عايزك تبعد عنهم على قد ما تقدر، علشان العلاقات دي ممكن تكون سبب، وكمان ممكن تكون السبب الرئيسي انك ما تحققش اي حاجه في حياتك. رقم 3، عاوزك تقلل التشتيت من حواليك. مصدر التكنولوجيا اللي عندك سواء كان موبايل او تلفزيون او ايا كان المصدر اللي عندك ايه، بيكون سبب رئيسي في تقليل التركيز عندك. حاول تخصص وقت معين ليهم وتبعد عنهم اغلب الوقت، علشان البيئة اللي حواليك لما ما يكونش فيها ولا ضغوط ولا مشتتات هتلاقي نفسك طاقتك زادت وبالتالي انتاجيتك زادت. رابع حاجة، عاوزك تخلي البيئة اللي بتحفزك هي جزء من الروتين اليومي بتاعك، زي مثلا انك تحدد وقت تمارس فيه نشاط معين او رياضة معينة زي الجيم مثلا، او انك تخصص كل يوم وقت تقعد تقرا فيه، او انك تمارس عادة جديدة عليك ما عملتهاش قبل كده زي المديتيشن مثلا. الحاجات البسيطة دي بتأثر على حالة التحفيز عندك بشكل ايجابي طبعا. البيئة المحفزة مش مجرد مكان، لا دي اسلوب حياة بيحركك لقدام، وفعلا التجربة دي هتوديك لمكان بعيد. وعايزك تعرف ان انت كده كده المفروض ما يكونش عندك روتين ممل، علشان الروتين الممل هيخليك ما عندكش طاقة ولا شغف انك تحقق اي حاجة. هتكون راضي بالوضع اللي انت فيه ايا كان ايه هو. وانا هنا ما بقولش ان الرضا حاجة وحشة، لا طبعا. انا بقول ان احنا مأمورين بالسعي ورا اللي بنحلم بيه، سواء جه ما جاش احنا كده كده مأمورين بالسعي
علشان ما تجيش بعد كده تقول يا ريتني عملت كذا او يا ريتني بدأت من امبارح. عاوز اشارككم بقى باهم حاجة نطلع بيها من حلقة النهاردة، وهي ان التحفيز الذاتي مش مجرد كلمة، دي مهارة حياتية لازم نحطها في اولوياتنا. وكمان لازم تعرف ان كل انجاز في الدنيا بدأ بخطوة صغيرة، والخطوة الصغيرة دي كانت محتاجة دافع وقوة من الشخص اللي عملها. فانت لازم يكون عندك الدافع والقوة دي علشان تقدر تعمل الخطوة الصغيرة اللي هتبدأ بيها الحلم الكبير. والدافع والقوة دول هيجوا من تحفيزك لنفسك. اوقات كتير هتحس ان المشاكل والعوائق اللي بتقابلك مش في الناس بس ولا الظروف، لا انت هتلاقي المشاكل دي في نفسك وجوه دماغك كمان. وهنا بيجي دور التحفيز الذاتي ان هو يكسر الحدود دي ويفتح قدامك طرق جديدة. والتحفيز مش حاجة بتجيلك مرة وتقعد معاك العمر كله، لا دي حاجة لازم تجددها كل يوم. فكر في اهدافك وقسمها وابدأ بأبسط خطوة، وفي كل مرة تحقق خطوة معينة كافئ نفسك، لانك بالخطوة دي عملت مجهود انك تقرب ناحية حلمك خطوة. كمان عايزك تفتكر ان البيئة اللي حواليك بتخلق دور كبير. حاول تخلق بيئة وجو يشجعك ويخلي عندك تحفيز انك تشتغل اكتر. والاهم من ده كله لازم تصدق انك تقدر تعمل كده، وانك جاهز انك عاوز تكون الشخص اللي انت عاوزه. في النهاية عاوز اقولك خلي هدفك قدام عينك، وخطوة ورا خطوة ورا خطوة هتوصل له. واسعى وما تكسلش، وافتكر انت عايز تبقى ايه بعدين. كل ما تلاقي نفسك بتكسل او بتسوف حاجة افتكر مستقبلك، وافتكر انت عايز تبقى ايه في المستقبل. لو الحلقة دي فادتك بأي حاجة او استفدت منها، ما تبخلش على حد ممكن يكون محتاج يسمع الكلام ده، وشارك الفيديو معاه. ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات وتقولوا لي تجاربكم ورحلتكم كانت عاملة ازاي، وكمان ازاي بتتعاملوا مع المشاكل اللي بتقابلكم. اتمنى تكون الحلقة فادتكم وكانت وقت مثمر ليكم. ما تنسوش تتابعونا على السوشيال ميديا، بينزل حاجات هناك مفيدة جدا واعتقد انكم هتستفادوا منها. انا مروان الوكيل، واختار نفسك دايما. سلام.